السلام عليكم. ضيعتهم بليدي ونهار شتو دار لاباس ورجع همه وشان. حسيت بالندم وحسبت بالشمتة على ما درت فيه. خلاني ندمت وما نفعنيش الندم ديالي. انا حنان كان عندي واحد ولد عمي كيتسطى عليا كيحماق عليا، كان فين ما كيشوفني كيقول لي الزوجه المستقبليه، وانا كنت كنكرهو لواحد الدرجه ما نقولكمش، ما كانش كيعجبني السيد، كان كيبان لي خايب في وجهو. المهم ما كنتش كنرتاح ليه نهائيا. كان دائما غادي جاي عندنا للدار وكيقول ليها ماما هذه اللي غادي نتزوج بها، راه ما نتزوج حتى شي وحده غير حنان. المهم كنا صغار، كان دائما كنتخاصم انا وياه، دائما كنغوت عليه، دائما كان نقلل من قيمتي قدام الناس، كنحقر وكندير له بزاف ديال الحوايج غير باش يكرهني ويبعد عليا، وانا ما حدي كندير ليه داكشي، والسيد عاد كيزيد يتعلق بيا اكثر. شحال من مره مو قالت ليها الماما ما تعطي حنان حتى شي واحد، حنان هي عروستي. المهم راكم كتعرفوا العائله غير كيكونوا صغارين كيعجبنا نزوج فلان تال فلان، ولا غنزوج بنتي بولدك. المهم راكم كتعرفوا هذه القاعده فينا حنا المغاربه، لا اله الا الله. المهم مشينا على داك الحال هكا، كان دائما طلع عليا السيد الجني كحل ما عليا ونشوفه، وهو كان الوقت اللي ما كان عنده ما يدير يجي عندنا للدار معاك الناس، ما كناش بعادين ساكنين قرابي. هي مشات الايام هكاك وحنا دائما مخاصمين انا وياه. ملي وصلت للباك واحد النهار قال لي شوفي انا غادي نمشي نقرا في مدينه واحده اخرى، دابا بغيت نرسي معاك في خطره. شنو ناويه؟ انا راه ما نقدرش نتزوج بشي وحده اخرى من غيرك، كنبغيك كنحماق عليك، واللي طلبتيها نديرها معاك، غير بغيتك توعدني ما تعلق بشي واحد وما تزوجيش بشي واحد وانا غايب. قلت له شوف يا ولد عمي، انا راه ما كنحملك ما كنقبلك من واحد الناحيه، اما بصفتك ولد عمي راك عزيز عليا، ولكن باش نتزوج بك انا اسمح لي. قال لي واش عندك شي علاقه مع شي حد اخر؟ قلت له ما عندي حتى شي واحد بالي هاد الساعه، ولكن انت بغيتك تعطيني اتساع لان مضيق عليا وزامتني انا ما حاملاش هادشي. قال لي وا دابا مني ما بغيتينيش، هو حسبت لي غير كنضحك معاه انا، ولكن انا درت عليه على قد فمو. قال لي مني ما بغيتينيش دبر لي على شي وحده. قلت له يكون خير ان شاء الله. مشى كل واحد في حالاته. راه واحد من جيراننا كانت ملي كيشوفو يجي لعندنا كتبدا تجي عندي كدير السببيه. واحد النهار وهي تقول لي، قالت لي ولد عمك غزال سعدات اللي غادي ترتبط به. قلت لها ياك؟ قالت لي قلت لها كتحماق عليه كتعجبك؟ قالت لي والله الا كنبغيه كنموت عليه، ولكن يا خساره الحب من طرف واحد، حتى اللي يجمع بيناتكم. قالت لي نعطيك اللي بغيتي وجمعتي بيناتنا. قلت لها صافي لالا. كنتصل به قلت له ديك النهار قلتي لي دبر لي على شي وحده قبل ما تمشي، لانني وجدت لك واحد السيده واحد من دارهم وصراحه احسن مني. قال لي عمرني ما غادي نلقى شي وحده احسن منك، ولكن ملي لقيتي لي جات هذه من طرفك مرحبا. داكشي اللي كان لقيت بيناتهم وخليتهم ومشيت في حالاتي، لان ولد عمي ما كانت عنده مده طويله ديك الساعه عاد يمشي. المهم خليتهم كيخرجوا مع بعضياتهم ويدخلوا، انا ما بقيت مسوقه ليهم بجوج، يعني ارتحت من بنت جيراننا بديك تدخل وخرج غير كتشوف وجهها، وارتحت منه هو. خليتهم هكاك مشى كل واحد في حالاته. السيد مشى يكمل قرايته في مدينه واحده اخرى. انا ما جابش يلاه داك العام ما نجحتش، خرجت جلست في الدار. واحد اختي تزوجات ومشات لمدينه بعيده هنا في المغرب نيت، ولكن مدينه بعيده، ومع راجلها كيخيل النهار كامل خدام. قالت ليها الماما خلي حنان تمشي معايا تونسني وحتى نولف وترجع. داكشي اللي كنمشي معاها. سافرنا، مشيت عجبتني الحياه، مشى كل واحد. المهم كل واحد راه مدهي في همه، كل واحد راه ماشي على حياته. بقيت جالسه تما مع اختي مع المدينه بعيده، راه تقريبا شي عام عاد رجعنا لدارنا. ملي رجعنا قلت لها اختي انا ما غاديش نرجع معاك، الله يعاوننا ويعاونك. من جيراننا رحلوا ما بقاو ساكنين حدانا باش زعما نتلاقى بها ونشوف شنو دارت ولا شي حاجه، ما بقات ساكنه حدانا. جيت لقيتهم رحلوا حيت هما كانوا غير كارين حدانا. ولد عمي ما بقيتش ضربت فيه الفقد، لان صافي حيدته من بالي. كان طلع ليا في راسي في خطره، تقريبا ضربت شي عام.
كانت كتجي عندنا مو كيجيو خوتو، ولكن هو ما كاينش تقريبا واحد العام وهو كيجي، يعني عامين ما شفتو. السيد راه فحال اللي هزيتي واحد وحطيتي واحد. نهار جا عندنا انا تخلعت، كنت غير كنشوف واش هذا هو ولد عمي اللي كنت ما كنحملو ما كنقبلو، ما كانش في وجهو مزيان، ما كانش كيعرف يلبس، ما كانش كيقاد راسو، كان كيهمل نفسه، كان كيدير ليا الخطر بزاف، يعني كيدل راسو قدامي بهذا المعنى هذه. ما يمكنش. السيد رجع كيهضر بثبات بثقه في النفس، اللباس كي داير والحاله كي دايره. السيد ما تقولش هذا هو اللي كان النهار الاول تابعني دائما دال راسو على حسابي، كيهضر معايا عادي بحال ختو، عطاني الثقه، المهم كيهضر مثبت. انا غير بقيت غير حاله فيه في امي، واش هذا هو ولد عمي؟ ما عرفتش. تما عاد حسيت بقلبي بدا كيضرب بجهته، تما عاد حسيت براسي انني ضيعته من بين يديا. المهم السيد بقى جالس معنا شويه، مشى. من بعد جات مرت عمي قالت لك راه حنا عارضين عليكم العرس ديال ولدي. قلت لها ما شكون اللي خطب؟ قالت لي راه قالت لك خطب ديك بنت جيراننا اللي كانت ساكنه حدانا اللي كانت كتجي عندنا، راه هذيك اللي بنا غادي يتزوج، راه خطبها وراه غيتزوج بها. انا تما عاد طلع معايا القلب مزيان، عاد عرفت راسي بانني غلطت، وبانني هديت خيري لغيري، وانني ما كنتش واحد الانسانه واعيه. كنت كنشوف غير المظاهر، كنت كتعجبني حوايج اخرين، ما كنتش شايفه الصفاء ديال القلب ديالو وثقته في النفس، وبان هاد الانسان باقي يقدر يتبدل مع الوقت ملي يخدم ويدير. مع عرفت انه خدم خدمه زوينه، سيد بالطوموبيل، الفلوس داخله خارجاه، السيد رجع واحد اخر. وكان ملي كيجي عندنا ما كانش كيديها فيا في الوقت اللي كان هو كيقي يتابعني، وخصني غير باش نشوف فيه، يعني يدير اي حاجه غير باش نشوف فيه، ولا هو كيدير ديك التصرفات باش انا نبقى غير حله فيه فمي. ما عرفت واش كان كيبغي يبين ليا بانني ضيعته، وهو فعلا راني ضيعته من بين يدي. كان كيبين ليا بانني خسرته، وبانني داكشي اللي كنت كندير ليه ما غاديش يخرج لي طريفه. دابا انا ندمانه وما عرفتش غادي ندير. ما قدرت نضيع عليه في البنت اللي عرفتو عليها، ما قدرت نخليه يتزوج بوحده وانا كنشوف فيه قلبي كيتقطع. الحب اللي كان كيبادلني به شحال هادي دابا رجع بالنسبه لعنده كره، وانا داكشي اللي كنت كنكرهه في الاول رجع لي حب. واحد الراس كيقول لي سير لعندها وعترف ليها بانني انا اللي كنت معاه في الاول، وانا يعني نحاول نبعد عليه. واحد الراس كيقول لي حاول تكسبه، يعني حاول ربما الا هضرت معاه ولا عطيته غير اشاره بانني باغيه راه يقدر يسمح هذيك السيده ويجي. هزيت راسي ومشيت عندها، من بعد ما عرفت فين كاينين. ومني مشيت فرحات بيا مسكينه، واش غنقول لكم داكشي اللي دارت عليا مسكينه، ما نقول لكمش. فرحانه وكتشكر فيا وتبوس، قالت لي انت اللي لقيتيني مع شريك حياتي، وانت اللي خليتيني مع الانسان اللي بغيتو، وانت اللي كنتي طرف يعني وسيط بيناتنا حتى تجمعنا. وفرحانه مسكينه غير كتبوس، وورات لي الحوايج الدهاز ديالها، ورات لي كلشي وشنو غادي دير هي وياه. المهم داك الفرحه اللي شفت في عينيها حطمتني من الداخل. قلت حرام عليا، لانني انا كان مكتب لي هاد ولد عمي، واخا ما كنتش كنبغيه غيدير المستحيل وغنتزوج به، ولكن ربي دارني سبب باش نلاقي بينه وبين هاد البنت هادي اللي بغاتو. حرام عليا ندير هاد الشيء. فرحت ليها من قلبي وباركت ليها. قالت لي علاش ما غاديش تحضري في عرسنا؟ الا ما حضرتي مع ولد عمك غادي تحضري معايا. قلت له واخا هكاك سمحي لي، انا غادي نمشي عند اختي، لان اختي توحشتني وما نقدرش نخليها بوحديتها. انا ما كانش عليا نمشي، ما كناش دايرين من الحساب نمشي، غير ملي شتي كلمت هكاك ما كانش عليا نقدر نحضر في العرس ديالو. وانا قلبي كيتقطع. هذيك صاحبتي مسكينه ما دارت لا بيديها لا برجليها، وهو عيا يجري ورايا وانا كنت منخلاه، ما عندي ما ندير. رجعت لدارنا وقلت لها امي غادي نمشي عند اختي، وفعلا سافرت لاختي غير باش ما نحضرش في العرس ديالو. هذه هي حكايتي. من بعد ما انا اللي كان عليا ما نديرش هكاك، كان عليا نخليها للوقت، ولكن كلشي بالمكتاب. وحتى دابا الله يسخر ليهم تزوجوا ومشاو وعايشين الحمد لله بخير وعلى خير. وكيشكروني لانني لقيت بيناتهم. فعلا نتمنى انكم تستافدوا من هذا الشيء اللي درت انا. ما تجيكمش الغيره وتضيعوا حياه انسان واحد اخر بريء ما دار لا بذنبه لا بيديه لا برجليه.